كاس السوبر كان هنيتي في ابو ظبي، كان يوم 5/5 في ابو ظبي هنا في استاد محمد بن زايد في نادي الجزيري. طبعا انا كنت حاجز في الثالثه شمال، المكان المفضل لجمهور الاهلي جمهور الثالثه شمال، لانه جمهور الثالثه شمال غير جمهور الدرجه الاولى والثانيه والناس دول يعني. فانا رحت طبعا متاخر، رحت الساعه 7 كده، المفروض انا اروح بدري يعني، رحت متاخر، جيت الدنيا الاهلاويه اللي في الامارات كلهم عندي الاستاد، الشوارع كلها حمراء، الاستاد بصراحه جماهير الاهلي كان منظر يفرح يوم المباراه. وبصراحه تشكر ابو ظبي وشرطه ابو ظبي وابو ظبي الرياضي وابو ظبي الاعلامي، بصراحه يعني عملوا يعني سيمفونيه في التنظيم وفي الاداء ولكن يعني الناس اللي جات اضعاف الناس اللي حجزت تذاكر، اضعاف الناس اللي حجزت تذاكر. وخصوصا لما الزمالك انسحب فجمهور الاهلي سحب بزياده، يعني راح بزياده على اساس المدرجات بتاعت الزمالك هتكون فاضي. الحمد لله ربنا يسر الامور ودخلت الاستاد، ولكن بدل ما اخش في الثالثه شمال كانت الثالثه شمال اتملت. رحت المهم دخلونا من بوابه ثانيه. من حسن حظي اني جيت في مكان من الاماكن اللي فيها قالوا الناس قعدونا، يعني بصراحه التنظيم لما لقوا الناس كابسه زي كده كل الناس اللي حاجزه قعدت، ولكن في جماهير كثيره من الزملكاويه اخذوا تذاكرهم. ف التذاكر الناس دخلت انا في نص الملعب بصراحه، يعني الحمد لله بدل ما كنت رحت هناك وصلت في مكان الرؤيه فيه في الملعب احسن. من حسن حظي اني قابلت الكابتن مؤمن زكريا، ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه ويعافيه كده يا رب. قابلت الكابتن علاء نبيل كابتن الاهلي العريق. طبعا انا كنت فوق، فابو عبد الله مدير الشغل عندنا اتصل عليا وكان حاضر، ورحنا قعدنا مع بعض هو وحسين، انا وهو وحسين، وطبعا خالي ايمن كان برا. انت بتليفونك ماشي. لا بعتها له. وقاعد معي لحد، طبعا هو زملكاوي متعصب فما رضيش يدخل، بس حضر شويتين اللي برا معي دول وما رضيش يدخل وراح مروح. والحمد لله بدات المباراه. تامر حسني الاول قبل المباراه قاعد يلف وغنى شويه اغاني كده، المهم فرفش مع الجمهور شوي وبدات المباراه. والمهم واندمجنا مع المباراه، هجمه هنا هجمه هنا، علي معلول يشوط ضربه ثابته يصدها، اسمه مين دي، المهم وجت الخناقه بتاعت علي معلول مع لاعب بيراميدز اللي هو ما كانش عنده فير لانه كان لاعب من لعيبه الاهلي واقع. وشفنا انه اهم حاجه سلامه اللاعب، واللي يقول لك هو مش من حقه يعني انه هو ما يوقفش اللعب. طب ما احنا شفنا متولي لولا سرعه الانقاذ كان لا قدر الله ممكن حصلت حاجه لمتولي، فاهم حاجه سلامه اللاعب. وعشان كده علي معلول راح اتعصب على اللاعب بتاع بيراميدز، عصبيته عشان صديقه اللي هو يعني خايف عليه. بس اما علي معلول معروف راجل اخلاقه عالي. الشناوي صح دايما عصبيته زياده شويه هو عبد المنعم، ولكن عصبيه برضه على زميلهم. لا يعني ما احنا ضد اي عصبيه وضد اي تجاوز، ولكن ده اللي حصل احنا اللي بنقوله يعني. لحد ما خلص الشوط الاول والثاني ودخلنا على الاشواط الاضافيه في الدقيقه 95 ولا 96. طبعا كانت دقيقه فاصله ودخل كهرباء في منطقه الجزاء. لعيب البيراميدز راح طبعا زكي كهرباء هو اللي خلاه يدبسه في ضربه الجزاء، ووقع الكهرباء حسب البلنتي، ودخل علي معلول حط الجون. علي معلول حط الجون محدش يزعل. عدت الشوط الثالث والرابع، الحمد لله انتهت بفوز الاهلي واستلموا اللعيبه الجوائز والحمد لله. واحنا طلعنا من الاستاد صراحه لما تشوف منظر الجمهور الاهلاوي كده وهو معبي شوارع ابو ظبي، شوارع ابو ظبي يعني لو انت مثلا اظن لو كان في تصوير من فوق كده على ابو ظبي كده كان لقيتها الشوارع حمراء، تيشيرتات كلها حمراء، اطفال وستات كبيره وشباب وناس حتى في ناس زملكاويه راحوا بتذاكرهم بس لبسوا فلينه حمراء او راحوا بملابسهم العاديه على فكره، يعني رايحين هم وعيالهم
وعيالهم اهلاويه، وهو الاب ما يكون زملكاوي، وبس راحوا واستمتعوا بالليله وكانت ليله زي الفل والحمد لله. وان شاء الله دائما ابو ظبي كده متالقه ودائما مستضيفه السوبر المصري، ودائما يكون الاهلي في السوبر المصري. طبعا السنه اللي جايه مش هيكون في زمالك لانه متعاقب انه ما يحضرش سوبر ثاني. وانا عطشت وهشرب. سلام عليكم.